طفل انت حسيتي ان هو مش متحكم معاكي، يبقى اولا راجعي، هل انا بدات في الشروط المظبوطه؟ ابني بيتكلم، ابني بيعرف يلبس ويقلع على الاقل وانا بساعده بس بيعرف يقلع ويلبس، ابني النهارده بقى مستعد وعايز يبقى كبير، عايز يعمل زي الكبار، فاهم الفرق بين الكبار والبيبي، ابني عضلات المثانه بتاعته جاهزه ان هو يعمل قرار زي ده، الظروف في بيتنا مواتيه، الظروف بتاعتي انا مناسبه ان هو يبتدي، انا اديت التمهيد الكافي ولا سلقت الموضوع في يومين وفتحته من الدار للنار. احنا بنقعد نتاهل اننا داخلين نولد 9 شهور، 9 شهور، بالرغم من كده ليله الولاده ما بتناميش، لو ده 10 طفل ما بتناميش، مع انك عارفه انت رايحه تعملي ايه بالظبط، بس ما بنتاهل. انما من الدار للنار ربنا يكفيكوا شر الفجأة والخضة. فهل انا مهدت كويس؟ طب انا عملت كل حاجة، يبقى اصبر، يبقى انا بس بقعده في المواعيد المظبوطة واصبر. اصبر بمعنى ايه؟ بمعنى انه النهارده تاني يوم، انا اصل احنا بنشك، انا مع بنتي الكبيرة عملت كده، تاني يوم يا نهار اسود دي لسه بتعمل على روحها، يبقى انا بتخيل بقى ان ايه، يبقى هتفضل تعمل كده طول حياتها، يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى انا اكيد عملت حاجة غلط، يبقى اكيد البنت دي مش كويسه، يبقى انا بنتي يمكن قدراتها ضعيفه مش زي فلان وفلان وفلان، لا انا بدات وهي مش مستعده والسن ده صغير. طب اجيب بقى كيلوتات مشمع عشان ما نبهدلش نفسنا وتقعدي بقى تضربي اخماس في اسداس، وهي الفكره كلها ان انت محتاجه تصبري لغايه ما اليوم الثالث يخلص. طبعا في الولاد مش 3 ايام، في الولاد بتبقى يمكن 5 ايام، ده لو بادئه صح، لو مش بادئه صح انت معاكي اسبوعين ومعاكي ربنا في كل ده. فانا بادئه في السن الكام؟ يعني هل مثلا ده ولد عنده 3 سنين فاتوقع ان هو فاهم ومركز و5 ايام وخلاص هيخلص، ولا ده ولد عنده 1.5 سنة؟ فانا عارفه ان انا معايا اسبوعين 3، ولغايه ما هيعدي وقت طويل من غير حفاض، في ايام هيعمل كده حوادث غصب عنه. وعلى فكره حتى لو تمكن وكبير وكل حاجه، ما احنا هيجي ايام نعمل غصب عننا شربة ميه، ده لغايه النهارده الكبار لو مسكتش نفس، لو مثلا ما دخلتش تواليت قبل ما تركب الباص وهي جايه وقعدت تقربع في الحاجات الميه والعصير والمعرفش مين، ممكن ما تمسكش نفسها، وممكن طفل وهو بيضحك جامد قوي ما يمسكش نفسه، او حد كبير. فالحوادث هتحصل، بس انا ارجع اراجع نفسي. 3 ايام دول محتاجين صبر. كلمه صبر دي مش كلمه سهله، كلمه صبر دي معناها ان انا بشك في نفسي كل لحظه، بتمنى الفرج وبستناه، بس بستناه وعندي ثقه انها هتفرج. ما هو كلهم قلعوا الحفاض صح، ما هو انا ابني الحمد لله ذهنيا طبيعي، مفيش حاجه، يعني مفيش حاجه مثلا تعطل على انه يفهم. عينه دي اديله اختيارات من الاول، تحب تختار قعده التواليت دي ولا قعده التواليت دي، البوتي دي ولا البوتي دي، تعال اختار. تختار بقى الداخلي اللي عليه سبايدر مان ولا اللي عليه معرفش باو باتروس، تحب نقعد على التواليت الساعه 2 ولا الساعه 2 وربع، هو انا كده هقعده صح بس بمزاجه. انت عارفه كانه زي ما بيقول لك ايه اديله الدركسيون، انت سايقه بس اديله الدركسيون يعمل بيب 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 فيحس انه فرحان. انت قاعده بنعملها كلنا يا جماعه وعارفينها كويسه. فاديله اختيارات، لما يعمل على روحه بنعمل اننا زعلانين، وعلى حسب الطفل. والله لو طفل بيحاول بنقول له احنا قدرنا ان احنا ان انت بتحاولي، برافو عليكي على فكره، انا عارفه انه كان صعب انك تقعدي على التواليت وكنت خايفه، بس انت كنت شجاعه قوي لما طلعتي. والله بقول كده عشان البنت ما تنزلش حاسه انها فاشله، وانا هكسب ايه في الدنيا؟ ما هتطلع فاشله لو انا حسستها كده فعلا. والله انت شاطره، انت كنت شجاعه فعلا. ايه ده؟ ايه الشطاره دي؟ كل ما هي قاعده جنبك ما بتعملش قولي الله ايه الريحه النظيفه الحلوه دي، الله ايه الشكل الجميل ده، الله ده احنا محافظين على الفستان بقالنا شويه. يعني بنثني على الوقت الحلو وعلى التصرفات الصح. احنا ما بنثنيش على التصرفات الصح غير نادرا، بس كل حاجه غلط بنقول دي غلط. فالعيال ما بتحس انها ما زينا كده في البيت. لو انا كل طبخه طبختها قلت لي دي ناقصها ملح، دي ناقصها كمون، دي ناقصها صلصه، دي ناقصها كذا، ومفيش ولا يوم قلت لي الله تسلم ايدك يا ماما ده ايه الحلاوه دي، فانا هحس ان انا والله العظيم زهقت فمش عايزه اكمل معاكي، انا مش داخله المطبخ والدنيا حر صح. انما انا لما تيجي يوم تقولي لي لا مفيش زي مكرونه معرفش ايه، الله ده مفيش زي ورق العنب بتاعك يا ماما، الله بصي النهارده وانتي بتعملي الفته التومه دي كانت ريحتها حلوه قوي، شمتها من وانا تحت، انتي هتتشجعي تكملي مش هتقعي. شجعي شجعي شجعي. انما لو من اول يوم عمل تواليت على نفسه فقمت عامله كده زي التربيه دي كمان زمان يا جماعه،
دي كانت التربيه دي كانت بتاعت زمان. ليه؟ لانه احنا من 20 سنه كان الطب النفسي قليل قوي في مصر، وكان اللي بيوصل لنا من بره بعض الكتب العتيقه التي لا تصل، صح؟ فما كانش حد فاهم اثر الطب النفسي او اثر النفس اللي بيفضل عليا النهارده وانا كبيره كده لما حد عمل كده. انا عارفه ان احنا غصب عننا في ناس بتعمل كده ومش بلوم، بس انا بقول لك انه هيتعبك في الوقت البودي تريننج. لا قولي احنا ما بنعملش كده. ليه؟ احنا ليه عملنا؟ مش احنا اتفقنا ان احنا خلاص؟ مش احنا كنا شاطرين؟ طب ما هو في جزره، مش بس عصايه، في جزره. وطولي بالك وامرك لله. على فكره قولي لنفسك دي اخر مرحله، والله اخر مرحله، اخر مرحله من مرحله البيبيهات. انت عارفه ان انت بعد كده هتطلعي السلم من غير ما تقعدي تمسكي ايديهم وتطلعي، هتطلعي وتستني فوق وهيطلعوا وراكي. عارفه ان انت هتغمضي عينك تنامي لما تحبي تنامي، مش هتنامي جنبهم وتقعدي تغني وتعملي وتسحبي الايد بالراحه وتسحبي الكتف بالراحه. ده انت بعد كده هتجيبي الطبل البلدي يدق الصبح عشان اتوبيس المدرسه جاي، مش هيسمع ومش هيصحوا. دي اخر مرحله، احنا خلصنا. خلع حفاض، انا الحمد لله تحررت، انا فطمت، رجعت لي، بطلت خلاص رضا شكرا، بطلت اغير لا مؤاخذه حاجات استغفر الله العظيم. النفايات بقت بتروح في مكانها، انا ما بقاليش اي علاقه بالنفايات دي. اللي بياكل بياكل نفسه واللي بيشرب بيشرب نفسه.